سنة 2020 وفي محافظة سوهاج الساعة كانت حوالي 8 بالليل. شاب ماشي يتمشى على كورنيش نهر النيل وفجأة يلاحظ شوال مرمي في المية. الشوال شكله غريب ومشدود، فحب يستطلع الأمر وقرب منه. حاول يشده ناحيته ويفتحه من فوق شوية، ويتفاجئ بمنظر مرعب. رأس إنسان باينة جوه الشوال. الشاب يقفل الشوال بسرعة وينادي على الناس اللي حواليه، والكل يتجمع ويسحبوا الشوال برا المية. ولما يفتحوه يلاقوا جثة ست كبيرة في السن، وفي نفس اللحظة يتصلوا برجال الأمن. وخلال وقت قصير جدا فريق من البحث الجنائي يوصل المكان واعتبروه مسرح جريمة. أول ما رجال المباحث يوصلوا يتم انتشال الشوال بالكامل من المية ويفتحوه ويخرجوا الجثة. لكن المفاجأة إن الجثة مش لست كبيرة في السن زي ما كانت الناس فاكرة، دي جثة سيدة في الثلاثينات من عمرها، ومفيش معاها أي أوراق تثبت هويتها. كمان واضح إن الوفاة حصلت من فترة، وده بسبب تأثر الجثة بالمية بشكل كامل. الجثة كانت بكامل ملابسها، وعلى منطقة الرقبة آثار خنق واضحة. وأثناء فحص مسرح الجريمة رجال البحث الجنائي لاحظوا شوال تاني أصغر في الحجم وعلى مسافة بعيدة نسبيا من المكان الأول. يروحوا عليه ويطلعوه من المية، ولما يفتحوه يلاقوا جثة طفلة صغيرة هي كمان بكامل ملابسها، وعلى رقبتها آثار خنق واضحة. من أول نظرة ومن طريقة التخلص من الجثتين، الأمن يستنتج إن الجثتين ليهم علاقة ببعض، وإن اللي ارتكب الجريمة شخص واحد بس، لأن الجثتين كانوا مخنوقين، والجثتين كمان محطوطين في شولة نفس الشكل ونفس النوع. والعلامات الموجودة على الجثتين متشابهة جدا. كمان تأثير المية على الجثتين كان قريب من بعضه، وده أكد إن الوفاة حصلت في توقيت متقارب. بعد ما يخلص رجال المباحث معاينة المكان بالكامل، يتم نقل الجثتين للطب الشرعي علشان تحديد سبب الوفاة بشكل نهائي والتأكد من العلامات اللي كانت بينهم. ويبدأ الطب الشرعي عملية التشريح، والنتائج كانت صادمة. تقارير أثبتت إن الجثتين لأم وبنتها، وده من خلال DNA. كمان ثبت إن سبب الوفاة في الحالتين هو الخنق، وإن الوفاة حصلت من حوالي 5 أيام، لكن الأم اتقتلت قبل بنتها. والأهم إن تقرير الطب الشرعي أكد إن الأم تعرضت لعلاقة جنسية قبل وفاتها، وإن القتل ما حصلش في نفس مكان العثور على الجثتين، لكن في مكان تاني بعيد، وبعدها تم نقلهم والتخلص منهم برميهم في نهر النيل. وبكده تقرير الطب الشرعي أكد إن الجثتين لأم وبنتها، وإن الأم كانت في الثلاثينات من عمرها، وبنتها كان سنها ما بين 8 سنين ل10 سنين. وتبدأ تحريات رجال البحث الجنائي ويمسكوا كل بلاغات التغيب اللي متسجلة في الفترة دي، لحد ما يلفت نظرهم بلاغ عن ست اسمها ابتسام عمرها 37 سنة، ومعاها بنتها الصغيرة اللي عمرها 10 سنين. الاتنين من محافظة سوهاج، ومن قرية بعيدة شوية عن المكان اللي اتلقى فيه الجثتين. وبمراجعة البلاغ يتضح إن اللي مقدمينه هم أهل جوزها، وبعد التحري يعرفوا إن جوز ابتسام متوفي بقاله أكتر من 5 سنين، يعني الست دي أرملة. البلاغ كمان كان موضح إن ابتسام وبنتها متغيبين بقالهم أكتر من 5 أيام. ولما رجال الأمن تواصلوا مع أهل الزوج أكدوا إنهم ملهمش أي تواصل مع ابتسام من بعد وفاة ابنهم، وإنها قطعت علاقتها بيهم تماما، غير إنهم كانوا أحيانا بيطمنوا على البنت من وقت للتاني. لما لاحظوا إن الاتنين اختفوا فجأة افتكروا إنها ممكن تكون هربت وخدت بنتها معاها. رجال الأمن سألوهم لو عندهم شك في أي شخص ممكن يكون له علاقة بقتل ابتسام، لكنهم أكدوا إن سمعتها كانت كويسة جدا، وما كانش بينها وبين حد أي مشاكل أو خلافات. ورجحوا إن اللي حصل إن حد استغل إنها عايشة لوحدها ودخل عليها البيت واعتدى عليها، وبعدها قتلها هي وبنتها. وتستكمل أجهزة البحث تحرياتها عن حياة ابتسام، ويكتشفوا إنها ما اتجوزتش تاني بعد وفاة جوزها، وإنها فضلت على حالها أكتر من 5 سنين، وعاشت حياتها كلها لتربية بنتها وبس. بعد كده رجال الأمن يروحوا شقة ابتسام ويطلعوا إذن من النيابة بفتح الشقة وتفتيشها كويس. وبالفعل لما يدخلوا يلاقوا إن الشقة شكلها مقفولة من حوالي أسبوع، وكل حاجة في مكانها، ومفيش أي علامات اقتحام أو عنف، والوضع كله طبيعي جدا كأن مفيش أي جريمة حصلت هناك. وهنا في سؤال مهم جدا، لو الجريمة ما حصلتش في الشقة ما حصلت فين؟ خصوصا إن التوقع الأول كان إن حد هجم عليها هي وبنتها جوه البيت وقتلهم هناك. بعدها يبدأ رجال الأمن يجمعوا معلومات عن الجيران، وكلهم أكدوا إن ابتسام من بعد وفاة جوزها كانت عايشة لوحدها، وما كانش باين عليها أي تصرفات غريبة، ولا لاحظوا عليها حاجة تثير الشك.
لحد لما يوصلوا للجيران اللي ساكنين في الشقة اللي جنبها على طول، وهم ليلى وجوزها إكرامي. ليلى كانت أقرب واحدة لابتسام، مش مجرد جارتها، دي كانت صاحبتها وأختها، وكانوا على علاقة كويسة جدا بجوز ابتسام قبل وفاته، وعارفين تفاصيل حياتهم كلها. ليلى أكدت لرجال الأمن إن ابتسام كانت بالنسبة لها زي أختها، وإنها كانت بتعامل بنتها كأنها بنتها هي، لأنها فعليا اتربت وسطهم. ونفس الكلام قاله إكرام، اللي أكد إن ابتسام كانت قريبة منه جدا ويعتبرها زي أخته. لكن أثناء كلام إكرامي رجال الأمن لاحظوا حاجة غريبة، تعبيرات وش ليلى اتغير فجأة من غير ما تحس، طلعت منها إشارات لا إرادية. ورجال الأمن كانوا فاهمين كويس إن لغة الجسد صعب تكذب. رجال الأمن قرروا يتصرفوا بهدوء وما يبانش على وشهم إنهم أخدوا بالهم من أي تصرف غريب، خصوصا لا من ليلى ولا من إكرامي. ما وضحوش إنهم لاحظوا التغيير اللي حصل فجأة في ملامح ليلى. في نفس الوقت النيابة العامة أصدرت تعليماتها بفحص سجل مكالمات تليفون ابتسام بالكامل علشان يعرفوا آخر شخص كلمته قبل اختفائها. وبالفعل الأمن بدأ يجمع كل التفاصيل الخاصة بالمكالمات والرسائل. وساعتها حاجة لفتت نظرهم جدا، آخر مكالمة عملتها ابتسام كانت مع إكرامي جارها، وكانت الساعة 4:30 العصر. والمفاجأة إن تاريخ المكالمة ده كان قبل اختفائها بأسبوع بالظبط. ومع استكمال الفحص اتضح إن في عدد كبير جدا من المكالمات ما بين ابتسام وإكرام، وكانت المكالمات طويلة ومتكررة. غير كده في رسائل كتير قوي بتأكد إن العلاقة بينهم ما كانتش عادية. هنا رجال الأمن بدأوا يحسوا إن لغز اختفاء ابتسام وبنتها هيكون عند إكرام وليلى، خصوصا بعد ما ربطوا بين ده وبين ملامح ليلى اللي كانت بتتغير تماما أول ما اسم ابتسام يتذكر. علشان كده تم استدعاء ليلى وإكرام مرة تانية، وأول ما وصلوا إكرام يفاجئ الجميع وقال فورا إن ليلى ملهاش أي علاقة باللي حصل، وإنه هو اللي عمل كل حاجة لوحده. ليلى وقفت مصدومة، باين عليها الصدمة وعدم الفهم، وكأنها أول مرة تسمع الكلام ده، وكان واضح جدا إنها فعلا ما كانتش تعرف حاجة. اعترافات إكرامي كانت صادمة وكبيرة، ومن اللحظة دي بدأ يكتشف درس خطير وممكن يكون موجود في بيوت كتير حوالينا. نرجع بالزمن لسنة 2015، وقتها الناس كلها اتفاجئت بوفاة جوز ابتسام، واللي كان لسه صغير في السن. ساب وراه بنتها اللي كان عمرها وقتها 5 سنين، وقبل ما يموت كان حاسس إن أجله قريب، فساب لهم مبلغ فلوس كبير، وكتب الشقة اللي كانوا عايشين فيها باسم ابتسام، كأنه كان بيأمن مستقبلها ومستقبل بنته. في الفترة دي أقرب ناس لابتسام كانوا ليلى وإكرام جيرانها، والعلاقة بينهم كانت قوية جدا، لدرجة إن ابتسام كانت دايما موجودة في بيت ليلى، وكانوا عارفين أسرار بعض كويس. وبعد مرور 6 شهور على وفاة جوزها، ليلى قعدت مع ابتسام واقترحت عليها إنها تفكر في الجواز تاني، لكن ابتسام رفضت خالص، وقالت إنها ناوية تعيش حياتها كلها لبنتها، لأنها خايفة يدخل حد حياتها ويأذي بنتها أو يعاملها وحش. ليلى حاولت تقنعها، خصوصا إن ابتسام كانت قطعت علاقتها بأهل جوزها بعد فترة قصيرة من وفاته، وكأنها بتجهز نفسها لحياة جديدة ومختلفة. لكن الحقيقة إن ابتسام ما كانتش رافضة الجواز عناد، هي كانت رافضة علشان خاطر بنتها وبس. الفكرة كلها إن ابتسام خانت أقرب واحدة ليها. ابتسام كانت معجبة بإكرامي جوز ليلى، وبعد وفاة جوزها بشهرين بس العلاقة بينهم بدأت تتحول لحاجة أكتر من مجرد كلام، وده بسبب القرب الشديد بينهم وثقة ليلى العمياء فيها. إكرام استغل إن ابتسام عايشة لوحدها، وفضل يشتكيلها من حياته مع ليلى ويقول لها إنه مش مرتاح ولا مبسوط معاها. وبما إن ليلى كانت دايما بتحكي لابتسام مشاكل بيتها، فابتسام كانت بتدخل تنصحه وتبين إنها خايفة عليه. مع الوقت إكرام اعترف لابتسام إنه بيحبها ومتعلق بيها ومش متخيل حياته من غيرها، بس في نفس الوقت قال لها مستحيل يتجوزها. ابتسام بدورها قالت له إنها مش عارفة إزاي ممكن تواجه ليلى بالحقيقة، وهل طبيعي تقول لها فجأة إنها حبت جوزها وعايزة تتجوزه. ومن هنا اتفقوا إن علاقتهم تفضل في السر ومن غير جواز، وفضلوا يقابلوا بعض لفترة طويلة، يا إما في بيت إكرامي أو بيت ابتسام. العلاقة دي استمرت 4 سنين كاملين، 4 سنين خيانة وكذب، لدرجة إن ابتسام كانت ساعات تسيب بنتها عند جارتها ليلى وتقول لها إنها نازلة مشوار علشان تروح تقابل إكرام، وتسيب بنتها تلعب لحد ما يخلصوا. ومن كتر ثقة ليلى في ابتسام، أي شك كان بيجي في دماغها كانت بتطرده وبتقول ده وسواس، مستحيل ابتسام تخونها. والأصعب إن جوزها يعمل حاجة غلط. لحد آخر السنة الرابعة
ليلى بدأت تتأكد إن في حاجة مش مظبوطة، وده لما بنتها الصغيرة أكتر من مرة تقول إنها راحت البيت ولقت إكرام موجود وطنط ليلى مش موجودة. ابتسام كان دايما تعرف تلف وتغير في الكلام، بس ليلى المرة دي ما اقتنعتش وبدأت تراقب تصرفات إكرامي لحد ما اتأكدت إن في علاقة بينهم. ولما واجهت إكرامي قعد يلفلها ويأكد إن مفيش أي حاجة، واتضايق جدا إزاي تشك فيا. بعد كده كلم ابتسام وقال لها إن اللي بينهم لازم يقف فورا علشان مراته شكت. رد فعل ابتسام كان صادم لإكرامي، رفضت تبعد وقالت له إنها ضيعت 4 سنين من عمرها معاه وإنها حبته ومش هتعرف تحب غيره، وهددته إنه لو سابها هتفضح كل حاجة قدام ليلى ومش فارق معاها شكلها. ساعتها إكرامي فهم إن العلاقة دي مستحيل تخلص بالطريقة السهلة، وبدأ يفكر في حل نهائي. قرر يقتلها وابتدى يرتب لكل حاجة، وعرف مواعيد نزول ليلى واستغل اليوم اللي نزلت فيه بدري علشان ينفذ اللي في دماغه. اتصل بابتسام وقال لها تعالي لي البيت علشان نقعد مع بعض شوية. ابتسام وافقت من غير تردد وخدت بنتها معاها وراحت له، وكالعادة سابت البنت برا تلعب في أي حاجة ودخلت أوضة النوم علشان تكون مع إكرامي. بعد ما خلص اللي بينه وبينها فجأة انقلب ومد إيده وخنقها لحد ما اتأكد إنها فرقت الحياة. بعدها خرج بهدوء وراح للبنت وهي بتلعب وخنقها هي كمان لحد ما اتأكد إنها ماتت. إكرامي كان مجهز شوالين في البيت حط فيهم ابتسام وبنتها، واستنى لحد الساعة 8 بالليل ونزل ورماهم الاتنين في النيل، ورجع البيت كأن ولا حاجة حصلت وقعد مستني مراته وولاده طبيعي جدا. ليلى كانت قاعدة بتسمع اعترافات جوزها وهي مش قادرة تصدق اللي ودانها سمعاها، مش مصدقة إن صاحبتها وجارتها اللي كانت بتدخل بيتها على طول كانت بتخونها السنين دي كلها، ولا مصدقة إن جوزها قدر يخدعها العمر ده كله ويمثل عليها إنه أحن وأقرب إنسان ليها. بعد ما التحقيقات خلصت وكل الأدلة اتجمعت اتحكم على إكرامي بالإعدام.